Да. Примерно так и Ага. الناس سامعاني كويس؟ عليكم السلام. سامعينك يا باشمهندس. تمام. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ الناس تفتح المايكات وتتفاعل معايا عادي. احنا النهارده طالعين مش هنتكلم عن شرح الدبلومة زيرو تريس، احنا طالعين نتكلم عن تفاصيل صغيرة. تمام، وناخد بعض الأسئلة من الناس ونرد عليها، واللي عنده عايز يستفسر عن حاجة معينة او دخل مجال كورس قبل كده سايبر سيكيورتي في حاجة فما كملش، كل الأسئلة دي عايزين نسألها للناس ونرد. وحوار التفاصيل الدبلومة بقى دي هقول لك عليها في آخر السيشن إن شاء الله. تمام. طيب أحب أعرفكم بنفسي الأول. أنا اسمي حازم بلال، سايبر سيكيورتي انجينير. تمام، عندي 26 سنة. بقالي حوالي 5 سنين في مجال السكيورتي. تخصصي الأساسي ويب ابلكيشن بنتريشن تيستنج وموبايل ابلكيشن بنتريشن تيستنج. نفتح شير سكرين ثانية. تمام. انا انا حاصل على شهاده الاماب، ده لينكد اند بتاعي. حاصل على شهاده الاماب متخصصه في الموبايل ابلكيشن بنتوشن تيستنج من شركه اي ان يو. تمام. اشتغلت فتره طويله في الباج هانتر على منصات زي هاكر وان وباك كراود، وانستراكتور في اكاديمي زيرو تريس. تمام. حد عنده اي مشكله في الكلام اللي انا قلته ده؟ ما شاء الله الناس كلها قافله المايكات. طب احنا هناخد الاسئله من مين طيب؟ هو دور اللايف ان احنا بنطلع لايف عشان نسأل الناس، واللي عايز يستفسر عن حاجة معينة. الناس قافلة المايكات، هل ده طبيعي ولا ايه بالظبط؟ عشان بس ابقى فاهم. احنا معاك يا باشمهندس، احنا بس كنا يعني مستنيين حضرتك تبدأ في المجال نفسه بعد الانترودكشن ونسأل. تمام. الانترودكشن لدبلومة زيرو تريس في فيديو على اليوتيوب، تمام، شارحين فيه كل حاجة بالتفصيل. الفيديو ده
الفيديو ده موجود على جروب بابليك زيرو تريس، وممكن ابعت اللينك تاني، او ان انت تروح على اليوتيوب تكتب زيرو تريس، دي القناه بتاعتنا. الفيديو ده بيوضح كل التفاصيل اللي موجوده في دبلومه زيرو تريس، كل حاجه بخصوص الشهادات، الشغل، الدبلومه كلها عباره عن ايه. وده فيديو انستراكتور، ثلاثه انستراكتور موجودين في دبلومه زيرو تريس. انت بتعدي على كذا باشمهندس. باشمهندس عبد الحميد متخصص في النتورك بلس، ده جزء الشبكات. باشمهندس حازم ده متخصص في اختبار اختراق الشبكات. باشمهندس زياد أسامة متخصص في اختبار اختراق المواقع. تمام. وده برضو فيديو روت ماب تقدر تبص عليه، احنا ليه عملنا روت ماب لزيرو تريس. بس فانا اللايف النهارده مش مجرد ان اللايف ده بتكلم فيه عن الدبلومه خالص، انا بتكلم عن اسئله عامه بشكل عام، حاجات مشاكل موجوده عند الناس. تمام. طيب انا هفضل فاتح شاشه الميتنج لان في ناس بتدخل فلازم اعديها اكسبت. طيب احنا ممكن نبدا باول سؤال ونشوف الناس عايزه ترد، واللي عايز يرد يرفع ايده، تمام، ونتناقش مع بعض. حلو. طيب مين هنا اشترى كورس قبل كده في السايبر سيكيورتي وما كملوش للاخر؟ يعني اشترى كورس وخد الكورس في نصه كده، ما كملش الكورس. اتفضلي. لأ، على موضوع اشترينا كورس يعني اشترينا كورسات كتير وما بنكمّلهاش الصراحة. تمام. لسبب. ساعات بنتشغل في كورسات تانية أو حاجات مثلًا تبع الشغل، فما بنقدرش إن إحنا نكمّل الكورس اللي إحنا ماشيين فيه، أو بنزهق شوية مثلًا من الطريقة فما بنكمّلش الكورس. تمام. حد عنده اجابه تانية، او حد عنده خلفيه تانية عن ان هو اشترى كورس وما كملش ليه؟ ماشي، من واضح كده الناس فاضله تفضل ساكته، فمش عارف في ايه. تمام. انا اقول لكم، انا عارف ان ناس كتير ممكن تكون اشترت الكورس وكده وما كملتش للاخر، بس خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا. اغلب الحالات عند الناس المشكله ما كانتش فيكم، يعني المشكله مش كانت في الشخص اللي بيخد الكورس وما كملش للاخر. ممكن يكون المشكله انك دخلت كورس تقيل شويه فمش بتبقى جاهز للكورس ده بنسبه 100%، او ان انت دخلت الكورس ده بس ما لقيتش ان حد بيتابعك، تمام، او كنت مثلا بتشوف محاضرات كتيره جدا من غير تطبيق عملي. تمام. السايبر سيكيورتي تحديدا ما ينفعش تتعلمه لمجرد انك بتتفرج على شويه فيديوهات وبس. تمام. لازم تطبق عملي، ولازم يكون في لابات قويه جدا عشان السكيلز تعلى معاك، لازم يكون عندك مهارات، ولازم حد يقول لك امشي معايا في الطريق ده وما تروحش للطريق ده. تمام. تمام. علشان كده احنا لما بنقول دبلومة كاملة فالمقصود من الكلام مش ان هي مجموعة فيديوهات وخلاص، لا، المقصود ان هي روت ماب. عشان كده احنا عملنا فيديو روت ماب على اليوتيوب، تقدر تبص عليه، الفيديو ده هيوضح لك كل حاجة بالتفصيل. فالمقصود منها ان هي روت ماب واضحة من اول خطوة لحد مستوى تقدر تشتغل فيه على لابات وسيناريوهات حقيقية. فلو انت ما كملتش كورس قبل كده فده مش معناه انك مش هتنجح في السايبر سيكيورتي، لا، ده معناه انك بس محتاج تتعلم بطريقة صح، ومحتاج تذاكر طريقة، يعني محتاج تذاكر بطريقة صح وتتعلم بطريقة صح. تمام. وده اللي احنا بنعمله في الدبلومات بتاعتنا. جميل. الناس تمام معايا ولا ايه؟ ما شاء الله. تمام، باشمهندس تمام. لما الناس تتفاعل وتكلم، اللي بيعمل لايك يرد عليا عادي، قشطة، صباح الفل. طيب نسأل السؤال التاني. مين هنا، يعني اظن الناس دي كلها نفسها تدخل سايبر سيكيورتي وكل حاجه، بس مين هنا نفسه يدخل سايبر سيكيورتي وحاسس ان المجال ده كبير جدا ومش عارف يبدأ منين؟ طيب. حلو قوي اللايف ده، اللايف السكوت ده جامد. طيب هقول لكم انا. اتفضل. اتفضل اتكلم. انت قافل مايك على فكره.
اللي رفع ايده طيب انت قافل المايك. معلش بحاول. ولا انا يهمك. كان في مروحه جنبي بس عشان ما اتفضل. ما زعجكوش معايا. انت منورني والله، اتفضل. تمام، انا كده كده انا في المجال في العموم، بس بقالي حلو. فتره حلوه. جميل. ما زدتش. ما زدتش، طب تمام، ماشي تمام، ما كمل زدتش وبعدين. بمعنى ان انا بعد ما خلصت سي ان اي وخلصت سي ان بي وخلصت الام سي سي اي و ام سي اس اي، ايوه تمام، اللي هي بتاعت الويندوز. جميل. ورجعت على نتورك بلس ودخلت في كام كورس من الكورسات الصغيره دي، اه. اللي هو اصلا كان مضمونهم جوه السي سي ان بي اصلا. تمام. جميل جميل. لكن التراك نفسه مش عارف اوصل منين او مش عارف ابدا منين، ان انا طيب. اخد تراك من بدايته لنهايته. حلو. فانا سامعك ونكمل وناخد مع بعض يعني. وناخد الأسئلة في الآخر يعني. انا سامع، ووقت ما الدنيا يعني احس ان في حاجه وصلاني معاك هكمل يعني. حلو أوي، مفيش مشكلة، تمام. انا ما بصيتش على الرود. انا كنت هحجز معاكم، لكن كان فرحي من فتره فما ما قدرتش ألف اتحجز يعني. مبروك، ألف وبعدين مبروك. كان في كذا مكان معانا، بالنسبه للشركه بتاعتنا يعني كانوا مرشحينه لنا. امم. لكن ما كملتش برضو معاهم، دي بمناسبه ان انت بدات حاجه وما كملتهاش. جميل. طيب احنا. لا لا، انا في العموم انا عندي 31 سنه، مش تحت، مش جونيور يعني أنا او فاهم، أنا كده يعني. فاهم، ما هو من كلام حضرتك باين إن حضرتك كبير. أنا فاهم. أنت خلاص، أكبر من. انا سامع لحد ما يكون في حاجه وهبدا اتواصل معاكم. خلاص خلاص تمام ماشي. تمام، مفيش مشكلة. تمام تمام. طيب السؤال اللي انا قلته، من هنا عايز يدخل مجال السايبر سيكيورتي بس حاسس ان المجال كبير شويه ومش عارف يبدا منين. تمام. طيب انا هقول لكم على اتفضل. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا معاك في كلية ذكاء اصطناعي فرقة أولى، وحابب المجال ده، بس مش يعني زي ما أنت بتقول كده كبير. تمام. فيعني سمعت عنه وعن التخصصات اللي فيه وكده، فحابب يعني، ومش عارف إيه تأثير الذكاء الاصطناعي عليه، فعايز أعرف الحاجات دي. بص سيبك بقى من الاي اي خالص في مجال السكيورتي عشان ده له موضوع تاني خالص. تمام. لسه هندردش فيه. فسيبنا من الاي اي أيوة، الموضوع ده خالص. كلمني بالله عليك. لا لا، سيبك من الاي اي خالص. في مجال السكيورتي بالذات سيبك من الاي اي. تمام. وانا كده كده يعني تمام لينا موضوع تاني في الاي اي بالذات. اتفضل. تمام تمام. إيه رأي حضرتك في مجال السكيورتي كلاود والاي اي سكيورتي والحاجات دي اللي هي لما بدأت تطلع جديد دي؟ ده زي الاي اي بريد تيمر او الاي اي تبع البنتوشن تيستنج والكلام ده كله تراك لسه ايوه، طالع جديد. هنتكلم فيه ما تقلقش. ولكن انت ما بتاع ينفعش ما ينفعش السكيورتي كلاود. اه، هقول لك على كل حاجه، ولكن انت ما تقدرش تبدا تراك الا لما تكون واخد اساسياته كويس جدا. تمام. ايوه ايوه فعلا. انا سألت سؤال قبل السؤال اللي انا هقوله ده، اللي هو مين ممكن يكون اشترى كورس قبل كده ولكن ما كملش الكورس ده للاخر. ممكن يكون الاسباب دي ممكن تكون ان انت دخلت كورس تقيل شوية فقبل ما تكون جاهز للكورس ده اصلا. تمام. لانك انت ما ينفعش تطلع السلمة الاولى وتنط على السلمة العشرة، ده غلط، هتقع. ما ينفعش برضو تبني عمارة من غير اساس العمارة اصلا. تمام. والا العمارة دي كلها تقع. فكل حاجة ماشية ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة. لازم تكون باني اساس قوي جدا عشان تقدر توصل للنكست ستيب، الخطوة اللي بعدها. غير كده يعني اه ما فيش حاجة في الدنيا، ما فيش حد في الدنيا، او ممكن يكون حد بيقول لك كده ولكن ده مش صح وغلط طبعا. ممكن حد يقول لك تعالى انا هاخدك سنة واحدة. تمام. هخليك تتعلم سايبر سيكيورتي تبقى تنين مجنح في العالم كله وتقدر تشتغل في شركة جوجل والكلام ده. الكلام ده مش صح خالص، انا مفيش بقولها لك الكلام اهو. ده. انا بقولها لك اهو وجاي لك من المستقبل لو انت عايز تصدق كلامي، او ان انت ممكن تاخد كلامي تسرش وراه وهتلاقي ان كلامي مظبوط 100%. تمام. في لا، حاجات كلامك في حاجات اساسيات لازم تكون انت درستها كويس جدا ومطبق عليها عملي. مش مجرد ان انت بتسمع كلمة اساسيات، لا، لمجرد ان انت
عندك اساس قوي في مجال السكيورتي او في مجال البنتيشن تيستنج بشكل عام، معاك سكيلز، وخد بالك من جزء الاساسيات ده انك تقدر تشتغل في شركه عادي جدا ويبقى ليك راتب كل اول شهر. تمام. هقول كل التفاصيل دي الاساسيات. هقول كل التفاصيل دلوقتي. طب انا تمام. ما عنديش لسه ما عنديش اساسيات ولا الكلام ده ولا خلفيه بسيطه خالص. مفيش مشكله، ده كله هنشرحه دلوقتي، كل ده هنوضحه دلوقتي. تمام ماشي. تمام. طيب، تمام ماشي. السؤال اللي انا قلته ان في ناس بتبقى عايزه تدخل مجال السكيورتي ولكن بتبقى حاسه ان المجال كبير شويه. تمام. انا هقول لك على حاجه، في اتنين صحاب، تمام، واحد في مجال السكيورتي والتاني مش في المجال خالص. تمام. جه صاحبه قال له انا عايز ادخل مجال السكيورتي، فقال له ابدا خد لك فكره عن الشبكات. تمام. ده حد كويس جدا، اداله نبذه وقال له ابدا ايه بجزء الشبكات، مفيش مشكله. جه واحد تالت قال له لا خد لك لينكس. جه واحد رابع قال له لا ابدا لغات برمجه زي البايثون مثلا. طبيعي انا شخص اللي كنت بسأل ان انا عايز ادخل في مجال السكيورتي، هقفل اللاب بتاعي قبل ما انا هبدأ اصلا في مجال السكيورتي. تمام. فخلينا نتكلم شوية بصراحة بقى. السايبر سكيورتي مش صعب، مش مجال صعب خالص، ولكن هو المجال واسع قوي. يعني خد بالك في فرق كبير جدا بين الاتنين، بين ان هو مش صعب وبين ان هو واسع قوي. تمام. فانت لما بتبقى ماشي بخطة واضحة وصريحة هتلاقي كل حاجة مترتبة صح. انت ممكن تذاكر من على اليوتيوب، صح؟ يعني انت ممكن تروح اليوتيوب وتكتب اي كورس انت عايزه، ممكن تلاقي الكورس بتاعه بنسبة 50 60%، ولكن مش كامل. بس انت في الاخر المعلومات اللي على النت بتبقى مش مترتبة وهتشتت دماغك اكتر. تمام. فلما بتكون ماشي بخطة واضحة وصريحة بتلاقي كل حاجة مترتبة صح. يعني سي مثلا انت اتعلم نتورك وبعدها افهم لينكس وبعدها ادخل في البين تيستنج وبعدها ابدأ تتخصص في حاجة معينة. انما تحاول تتعلم كل حاجة مرة واحدة هتتعب جدا ومش هتحس، يعني انت هتحس انك مش فاهم حاجة اصلا، وكمان هتحس انك مش انت ما بتتقدمش اي خطوة جديدة بتاخدها في مجال السكيورتي. وعلشان كده احنا الدبلومة دي كمسار كامل، كل مرحلة مبنية على اللي قبلها. تمام. لازم نبقى خايفين، لازم نبقى عارفين النقطة دي كويس جدا. تمام. نقطة برضو تاني مهمة، ممكن يكون أغلب الناس اللي هنا أو أغلب الناس عموما بتخاف تدفع فلوس في أي أكاديمية أونلاين، في أي أكاديمية أونلاين سواء أونلاين أو أوفلاين، الموضوع بتخاف تدفع فلوس برضو. طب اشمعنى؟ أنا لو مكانك برضو هبقى خايف. ليه؟ لأن السوق كله في مجال السكيورتي أو أي أكاديمي بتدي كورسات بتبقى بتديك وعود لمجرد ان انت تشترك معاهم. يعني مثلا ما ينفعش انا اجي اقول لك انت هتشتغل في خلال 3 شهور، لانك انت هتيجي بعد 3 شهور هتقول لي ايه؟ انت قايل لي ان انا هشتغل في خلال 3 شهور وانا مش هشغلك اصلا. تمام. بس انا غريتك ان انت هتدفع فلوس واقول لك ان انت هتشتغل في خلال 3 شهور، او ان في ناس تقول لك انت هتبقى بنتستنج في خلال شهرين. تمام. ده مش صح خالص، هو بيديك وعد بكده. طيب خليني اقول لك على حاجه احنا بنوعد بايه. تمام. اولا انا مش بوعدك بوظيفه نهائي، يعني انت مش هديك وظيفه من عندي نهائي، مش هوعدك ان الطريق سهل. تمام. بس انا هوعدك بحاجه واحده بس، هو ان انت هتمشي في طريق واضح وهيبقى عندك محتوى عملي 100%، وهيبقى عندك ناس بتتابعك طول فتره الدبلوم. النتيجه بتاعتك انت بعد الدبلومه بتعتمد على اجتهادك انت واستمرارك انت. يعني هي بتعتمد بشكل اساسي على اجتهادك انت واستمرارك انت. لان انا ممكن اكون انا بشرح بديك 100% من طاقتي، حرفيا 100%، ما عنديش 1%، هي 100%. تمام. فانا ممكن اديك 100% من طاقتي وانت مش مديني اي حاجه من طاقتك خالص، لا 30% ولا حتى 50%. فما تجيش تكلمني بعد الدبلومه تقول لي انا حاسس ان انا ما بعرفش اعمل حاجه. لا، هو انت اصلا ما كنتش معايا في بدايه الجروب، ما بتحضرش، ما بتعملش تاسكاتك، كل الكلام ده بعوامل اساسيه على حاجتك انت، على النتيجه بتاعتك انت. النتيجه بتاعتك بتعتمد بشكل اساسي على اجتهادك واستمرارك انت. فعلشان كده قبل ما اي حد يشترك في دبلومه زيرو تريس انا دايما بقول له اسال وشوف المحتوى كويس قوي وشوف الطلاب وبعد كده شوف النتائج بنفسك. تمام. عشان نلخص الكلام اللي انا قلته ده كله، ان في ناس كتير بتبقى عايزه تدخل مجال السكيورتي وكل حاجه وفاكره ان هي لازم تتعلم كل حاجه، نتورك وويب وموبايل وكلاود، كل حاجه مره واحده حرفيا، وده غلط جدا. تمام. في حد عنده مشكله في الكلام اللي انا قلته ده كله؟
حلو قوي، اتفضل يا باشمهندس. اللي رافع ايده اتكلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا كنت خلصت أساسيات سايبر، فمش عارف تخصصات الريد تيم وإيه الحاجات اللي هناخدها. عينيا هقول لك كل حاجه دلوقتي. ماشي. عينيا الاتنين. ماشي. ماشي. آه... طيب. لو هنتكلم على شخص، يعني لو هنتكلم على شخص عايز يبدأ حياته في مجال السكيورتي او في مجال البنتيشن تيستنج، هقول لك السوق بيدور على حاجتين مهمين جدا. تمام، هو نتورك بنتيشن تيستنج وويب ابلكيشن بنتيشن تيستنج. النتورك بنتيشن تيستنج ده اختبار اختراق في الشبكات، والويب ابلكيشن اختبار اختراق في المواقع او تطبيقات الويب، عشان لو حد فاهم الحته دي، فهي اسمها اختبار اختراق في تطبيقات الويب، ولكن بعض الناس بتفهمها اختبار اختراق في المواقع. تمام، ده مش موضوعنا. جميل. دول من اهم الدومينات اللي بتفتح لك باب انك تقدر تشتغل كجونيور بنتيشن تيستنج، يعني كمبتدئ، وعلشان كده هتلاقوا اننا مركزين عليهم كويس جدا. حلو. طيب، عشان برضو نوضح حاجه مهمه، في سؤال كتير جدا بيتكرر: هل انا اقدر اشتغل وانا لسه طالب؟ تقدر تشتغل عادي جدا وانت لسه طالب، بس في ملحوظه مهمه جدا لازم تعرفها. في شركات بتشغل طلاب فعلا، ولكن في شركات تانية مش بتشغل طلاب عندها. بيكون الموضوع مختلف من شركة للتانية. تمام. طيب، في شركات بتعمل عقود صغيرة وبتجددها كل فترة بسبب إجراءات خاصة بالشركة بتاعتهم. تمام. طيب، فالموضوع كله، ففكرة ان انت لسه طالب ده مش معناه ان باب الشغل بتاعك مقفول، لا. لكن لازم نبقى واقعيين جدا، محدش هيشغلك علشان انت بتحب المجال بس، ولا عشان انت عندك شهادة بس. اللي هيخلي الشركة فعلا تبص لك هو ان انت عندك مهارات حقيقية، هو ان انت معاك سكيلز، بتمارس سي تي اف كتير جدا، دخلت مثلا باك باونتي وبتكتشف ثغرات في مواقع حقيقية، السي في بتاعك قوي جدا. عايز اقول لك على معلومة مهمة برضو: لو السي في بتاعك قوي، تمام، والشركه اصلا منع ان هي توظف حد طالب، عايز اقول لك ان ممكن الشركه توظفك لمجرد ان السي في بتاعك قوي جدا ومناسب جدا ليهم. تمام، ممكن توظفك، ممكن، مش اكيد. تمام. انا والله العظيم ليا واحد صاحبي لسه طالب واشتغل بالفعل في شركه، والعقد بتاعه كان بيتجدد كل 3 شهور. يعني انت كل 3 شهور العقد بتاعك بيتجدد. تمام. الفرصه بتاعت الشغل للطلاب موجوده وكل حاجه، لكن بتبقى محتاجه منك سعي ومجهود واستمراريه. تمام. وبرضو في طريق تاني ممكن اغلب الناس هنا تعرفه، في طريق تاني بتبدا منه، ناس كتير بتبدا منه، وهو مجال الباك باونتي. هو فكرته ان انت بتدور على ثغرات في مواقع حقيقيه بشكل قانوني، وتكتشف الثغرات دي وبتاخد فلوس عليها. جميل. بس برضو هنرجع لحاجه مهمه جدا: هل ممكن تكسب منها فلوس؟ طبعا، في ناس كتيره جدا حققت ارقام ممتازه جدا، لكن عشان ابقى صريح معاك، تمام، مفيش حد في الدنيا يقدر يضمن لك دخل ثابت من الباك باونتي. تمام. ممكن تلاقي ثغرة كبيرة تاخد عليها فلوس محترمة جدا، وممكن تقعد فترة طويلة بتجرب وتتعلم لحد ما توصل لأول ثغرة ليك وتتقبل. ف... فعشان نلخص الموضوع ده، فما تدخلش الباك باونتي على ان هو طريق سريع للفلوس، ادخله عشان تتعلم وتطور مهاراتك، والفلوس كده كده هتيجي، وهتيجي تبع يعني نتيجة شغلك من اللي انت بتعمله. تمام. فلازم نكون واقعيين في الحاجات دي. حد عنده مشكلة في الكلام اللي انا قلته اصلا؟ اتفضل. ما تكلمنا اكتر عن البيج باونت والحاجات دي. هكلمك وهقول لك كل حاجة، والله العظيم انا هدي تفاصيل كاملة. تمام. 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 طيب، برضو عايز اقول نقطة مهمة جدا، ناس كتير بتسأل فيها بشكل مستمر. تمام. وبتسأل فيها اثناء ما يكون في جروب بيتبني او الكلام ده: الشهادات اللي انا باخدها من الاكاديمية معتمدة ولا لا؟ انا بقولها لك اهو الاجابة وبكل وضوح وبكل صراحة: لا. الشهادات اللي احنا بنصدرها من الاكاديمية مش شهادات معتمدة دولية خالص. واحنا بنقول كده ده بشكل اوضح وشكل واضح وصريح جدا.
تمام، انا ما اقدرش اقول لك الشهاده معتمده وهي مش معتمده، ما اقدرش اقول لك حاجه زي كده. تمام. انت بتاخد شهاده محتوى بتثبت انك درست المحتوى فعلا، وبتاخد شهاده خبره بتثبت انك اتدربت عملي 100%. طيب، هل ده معناه انك مش هتعرف تشتغل في الشركات؟ لا، هتعرف تشتغل في الشركات وكل حاجه. تمام. هنا بقى، بس هنا لازم نسأل سؤال اهم اصلا من الموضوع ده كله. لما شركة سايبر سيكيورتي تيجي توظف شخص، عايزين نعرف هي بتبص على ايه. هل هي بتبص على الشهادات بتاعت الأكاديمية، ولا بتبص على مهارات الشخص، ولا بتبص على الشهادات بتاعت الشركات اللي بتقدم المحتوى نفسه؟ يعني انت دلوقتي هتاخد منهج اسمه EGPT. المنهج ده طالع من شركة ايه؟ طالع من شركة اي ان اي ليرن سيكيورتي. ده الموقع الرسمي او الشركة الرسمية اللي بتقدم منهج الاي جي بي تي فيرجن 2. تمام. هي بقى بتبص على الشهادات بتاعت الشركات اللي بتقدم المحتوى نفسه ولا لا. طيب، من الواقع في السوق كده، ان الشركات غالبا بتهتم اكتر بالشهادات الاحترافيه، تمام، المعروفه اللي في المجال. زي شركات مين مثلا؟ زي شركات اي ان اي، منصه هاكزا بوكس، شركه اوفنسيف سيكيورتي. دي شركات ومنصات موجوده معروفه عالميا، لان دي جهات معروفه عالميا في المجال. لكن حتى قبل الشهادات اصلا لازم تسأل برضو، الشركة هتبص على حاجة أهم من كل ده. طب إيه يعني الشركة هتبص على إيه؟ طيب، هتبص على هل أنت تقدر تشتغل أصلا؟ يعني هل أنت فاهم نتوركينج؟ هل أنت فاهم أصلا ويب أبليكيشن؟ هل عندك سكيلز حقيقية؟ لأن في النهاية محدش هيسألك الشهادة شكلها عامل إزاي. لو أنت قادر تثبت مهاراتك فعلا أثناء الانترفيو وفي الجزء التكنيكال، يبقى كويس جدا، يبقى انت ضمنت فرص شغل ليك. الموضوع مش مترتب على شهاده. انا واحد بقالي 5 سنين في المجال، يوم ما فكرت اسرتف شهاده سرتفتها بعد 5 سنين. انت متخيل انا بقول لك ايه؟ واحد بقالي 5 سنين في المجال اهو، سايبر سيكيورتي، يوم ما افكر ان انا سرتف شهاده، سرتفت شهاده من اي ان اي في شهاده الايماب بعد 5 سنين. تمام. طب طول الفترة دي كنت أنا بعمل إيه؟ كنت بذاكر، بطور من مهاراتي، وببدأ بتعلم سكيلز أكتر، وبعرف معلومات أكتر، كل الكلام ده. لأن أغلب الناس اللي هنا، مع احترامي للكل ومع احترامي لأي حد، أول سؤال بيسأل لي كده: أنا الشهادة اللي هاخدها معتمدة ولا لأ؟ طب أنت ليه سبت جزء العملي؟ وليه سبت جزء التكنيكال؟ وليه سبت جزء السكيلز وركزت في الشهاده؟ يعني هي الشهاده دي اللي هتخليك تحط رجلك على اول انترفيو؟ طيب، الشهادات اللي انت هتاخدها عشان تحط رجلك على انترفيو محتاج شهاده يا اما من اي ان اي، يا اما من هاكس بوكس، يا اما من اوفنسيف سيكيورتي. تمام. لحظه بس، تقريبا في ناس بتدخل وبتطلع، فمش عارف. حلو. ف اتفضل. طب هو المجال ده بيعتمد على كلية مثلا، ولا لا عادي لو واحد مش من كلية حاسبات ولا أي كلية لا تكنولوجيا؟ لا، إيه؟ ما بيعتمدش على كليه، لا. ماشي. تمام. اتفضل. على فكرة أنا في تجارة يعني، وشغال في المجال عادي، ما تقلقش يعني. اهو الراجل المحترم رد عليك. اثبات. أصل أنا مش في الكلية برضك، فاهم؟ انا فاهم مفيش قصدك. مشكلة، بس أنت هتتعب شوية. اهو زي ما هو وضح هتتعب لك. شويتين. هتتعب، بص، هتتعب شوية أو شويتين أو ثلاثة. ليه بقى؟ لأن هم سابقينك يمكن خطوة أو خطوتين في المجال. لان في الكليه الشركات، أما لان لوحدك لا. لان الكليه بيبقى مديهم يعتبر زي خطه او لغات برمجه، هم عندهم خلفيه، فبدا يتطور في المجال، عرف شويه عندهم معلومات. خلفية كبيرة طبعا. بالظبط. فاهم. بس وفي نفس الوقت في شركات هيقول لك انا عايز اي شهاده تخص المجال نفسه، اي شهاده نظم بقى، اي ايا يكن المجال اللي انت هتكون فيه. بس فطبعا انا بس تجاره بس ثواني، بس الكلام ده، لا هو معهوش شهاده من الجامعه ان هو تبع تخصص اي او سايبر سيكيورتي او ايا كان او كمبيوتر ساينس. وأنا في كلية بس مش. بس في نفس الوقت، هو لو السي في بتاعه عالي وبيكتشف ثغرات حقيقيه في مواقع حقيقيه وبيلعب سي تي اف كتير، فهو السي في بتاعه كويس، فده هيغنيه اصلا عن ان هو يبقى في كليه ايه بالظبط. ما علينا. هو ممكن تكون الامور كويسه لو هو اشتغل على نفسه في الاول وفي الاخر. اكيد، هو بس هو في الاول هو وفي الاخر في الاول في الاخر هو الموقع. لازم يشتغل على نفسه، ده في الاول في الاخر طبعا.
ده اي حد، مش ليه هو بس، ده لاي حد بشكل عام. تمام. بس آه فعشان كده دايما بقول دايما بنعتبر ان الشهاده بتاعت الاكاديميه دي هي فكرتها انك خلصت الرحله معانا. اما بقى الشهادات الاحترافيه زي اي ان اي والكلام ده، فدي خطوه تانية خالص بنجهزك ليها عشان تقدر تدخل الامتحان وانت جاهز فعلا. والهدف بقى مش ان انت تجمع شويه شهادات وخلاص، لا خالص. الهدف ان انت تبقى انت شخص يعني ايه، عندك نوليدج عن الحاجه وسكيلز يقدر ينافس في سوق العمل. بس كده الموضوع كده انتهى في موضوع الشغل في الشركات والشهادات والكلام ده كله. تمام. نيجي بقى للنقطة المهمة اللي كان زميلنا بيسأل عنها، اللي هي حتة الباج هانتنج، وكلمنا عنها أكتر والكلام ده. تمام. أنا دلوقتي لو عايز أبدأ أبقى باج هانتر. باج هانتر ده كل فكرته إن أنت دلوقتي شخص، خلينا نفتح هنا. كل فكرته إن أنت دلوقتي شخص، تمام، بتجيب بروجرام، والبروجرام ده هوريك دلوقتي حاجة. خلينا نفتح هنا أحسن. الشير سكرين واضح عندكم صح؟ بس تمام. كل فكرته على سي مثلا دي كلها شركات، مثلا انا اخترت اي شركه. تمام. الشركه دي كل اللي هي بتقوله لك والله احنا شركه تقدر تعمل علينا بنتست، تمام، بحيث السكوب تشوف السكوب بتاعك النطاق اللي مسموح لك. تمام. في بقى تقدر تلعب على دومين او ابلكيشن اندرويد، تمام، لو انت عندك بقى خلفيه عن الموبايل ابلكيشن بشكل عام، واي او اس واي كارد، كل التفاصيل دي احنا بنتكلم فيها في الدبلوم. تمام. دي الشركه دي والله بتقول لك ايه. لحظه، في حد تقريبا دخل. الشركه دي بتقول لك ايه، والله انت لو اكتشفت ثغره لو ليك $1000، لو اكتشفت ثغره ميديم ليك $2000، لو اكتشفت ثغره هاي ليك $3500، لو كريتيكال 10000. طبعا بقى كل شركه بتختلف من التاني، طبعا بيكون في منافسه عاليه جدا. فدي فكرة الباج هانتنج، ان ده شخص بيكتشف ثغرات في مواقع حقيقية، تمام، بيسلم تقرير بالثغرة، وهم بقى اللي بيحسبوا درجة الخطورة بتاعتها والريسك وكل الكلام ده. تمام. حبيت بس اوضح حتة ايه الباج هانتنج. فانت دلوقتي لو عايز تبدا في مجال الباج هانتنج، ابدا منين؟ اول حاجه لازم تفهمها كده ان الباج هانتر مش شخص بيكون حافظ ادوات خالص. تمام. الباج هانتر ده شخص بيكون فاهم الموقع اللي قدامه شغال ازاي. عشان كده هتلاقوا اننا بندي لغات برمجه زي ال HTML والجافا سكريبت. طبعا في ناس اول ما تسمع HTML وجافا سكريبت هتقول ايه علاقه البرمجه بالباج هانتنج؟ ده علاقه كبيره جدا على فكره، عشان تبقى فاهم النقطه دي كويس قوي. لانك مستحيل تختبر الويب ابلكيشن وانت مش فاهم هو مبني ازاي اصلا. تمام. لما تفهم ال HTML لغة البرمجة HTML هتعرف الصفحة شغالة ازاي، وبرضه لما تيجي تفهم الجافا سكريبت هتعرف اللوجيك بتاع الويب سايت او الفرونت اند بتتعامل معاه ازاي. تمام. فعلشان كده احنا بنتعلمها كأداة تساعدنا في حتة الويب ابلكيشن بشكل اعمق. تمام. نيجي بقى للجزء المهم جدا في حته الباج هانتنج، التدريب العملي. طبعا بيكون عندنا المنصه دي اسمها بورت سويجر، تمام، وعندنا سيناريوهات مختلفه تماما تخليك تتعامل مع الثغرات بنفسك. ولكن هنا في سؤال مهم جدا، السؤال ده بقى هل هل حل اللابات لوحدها كفايه؟ من وجهه نظري انا، من وجهه نظر لا. لان اغلب اللابات بتعلمك الثغره ولكن مش دايما بتعلمك العقليه، مش بتعلمك الشخص اللي خلت، يعني مش بتعلمك الشخص اللي قدر يوصل للثغره في موقع حقيقي. طيب انا لو عايز اوصل ثغرات في موقع حقيقي اعمل ايه؟ ما انت بتقول لي حل اللابات لوحدها مش كفايه، ما انا كده برضو مش هقدر اكتشف ثغرات في مواقع حقيقيه. اعمل ايه انا ساعتها؟ هنا بيجي دور رايت تيبس. الرايت تيبس ده يعني ايه رايت تيب؟ ده فكرته بيكون تقرير او شرح من شخص اكتشف ثغرات في موقع حقيقي. تمام. بيبقى عامل ايه بقى الرايت تيب ده؟ بيبقى شرح فيه كان بيفكر ازاي وجرب ايه وفشل في ايه، تمام، ووصل للثغره ازاي. حلو الكلام. تمام.
طبعا بقى لو هو خد عليها فلوس فبيقول ان هو خد عليها فلوس، ولو ما خدش عليها فلوس ممكن يكون فكره الرايتب دي فكره قويه فعمل لها رايتب. يعني ممكن يكون فكره الثغره قويه جدا فعمل لها رايتب. ده ما يمنعش ان انت لازم تقرا الرايتب ده، ما تبصش على الفلوس، وهكلمك في حته الفلوس دي بس قدام. تمام. فعشان كده انك تقرا رايتبس من اهم الحاجات اللي بتبني العقليه بتاعتك، المايند سيت بتاعتك. تمام. لانك انت بتشوف طريقه تفكير حقيقيه. تمام. طيب، بس عايز اقول لك برضو هنا يعتبر في مشكله. ايه هي المشكله بقى؟ ممكن معظم الناس ضعيفه في الانجليش، ممكن معظم الناس بتقرا رايتبس وضعيفه في الانجليش وكل حاجه بتترجم مع الاي اي. تمام، مفيش مشكله. بس انت لما بتيجي تقرا رايتبس وتقول فهمت، انت بعد اسبوع او اسبوعين بتبقى اغلب التفاصيل انت نسيتها. ليه؟ لان مفيش تطبيق عملي على الرايتب ده. تمام. انت الرايتب ده واحد كتب الثغره وكتب واكتشفها ازاي وشرحها ازاي. تمام. انت فهمت الثغره وفهمت طريقه الشرح وكل حاجه والدنيا تمام، بس انت ما طبقتش عليها عملي. تمام. فانا دايما بقول المعلومه اللي انت بتقراها ممكن تنساها عادي جدا. لو انت مثلا واحد بتحب تقرا كتاب والكلام ده، انت عشان تحفظ الكتاب بتقعد مثلا حوالي 3 4 مرات انك تقرا في الكتاب ده. تمام. عشان تبقى فاكر معظم تفاصيله المهمه. تمام. نفس الكلام هنا، لو انت قعدت تقرا رايتبس كل شويه المعلومه ممكن تثبت معاك، وفي الاول في الاخر برضه هتنساها لان مفيش تطبيق عملي. تمام. لكن الحاجه بقى اللي انت بتكون طبقت عملي بيها بايدك انت، صعب ان انت تنساها. عشان كده في زيرو تريس اشتغلنا على الفكره بتاعت الرايتبس دي، فكره مختلفه تمام. ايه هي؟ ان اي رايتب ممكن تقراه يبقى فيه لاب عملي مبني على نفس الفكره بالظبط ونفس السيناريو بالظبط. طبعا ممكن يكون الناس ما شافتش الفيديو ده. تمام. الفيديو ده دي المنصه بتاعت زيرو تريس واللابات اللي فيها. الفيديو ده انا شارح 3 رايتب، كل رايتب كان فيه ثغره. تمام. ثغره ب 150 دولار يورو تقريبا، والثغره التانيه مش عارف تقريبا كان 300 دولار، والثغره التالته كانت 1000 دولار. كل ثغرة من دول بفكرة مختلفة. تخيل بقى ان انا كمنصة كزيرو تريس عملت لك لاب مخصوص يطابق الكلام ده. خلينا نفتح المنصة. الكيبورد ماله دلوقتي في ايه؟ الاباتشي سيرفر. لحظة. باسورد. تمام. دي رايتبس. طبعا المنصة دي لسه بتكمل، يعني هي مش الفينش بتاعها، لسه بتكمل. دي كلها لابات، ده كله لابات. دي لاب 4 ريسيت باسورد ممكن من خلالها تجيب منها اكونت تيك اوفر. تمام. عندك هنا الاكس اس اس ستورد والريفلكتد والدوم. تمام. عندك هنا في الاتش تي ام ال انجكشن. لسه بنضيف ثغرات تانية، لسه بنضيف رايتبس. دي كلها مبنية بالرايتبس. اللابات دي كلها مش هتلاقيها في بورت سويجر ومش هتلاقيها في اي منصات تانية خالص. اللابات دي كلها مبنية بالرايتب. عشان كده تمام بقول لك ان منصة زيرو تريس اللابات اللي فيها مبنية بالرايتب. تمام. فساعتها عشان كده بقول لك ان اي رايتب انت بتقراه لازم يكون في لاب عملي مبني على نفس السيناريو بالظبط ونفس الفكرة بالظبط. تمام. يعني انت مش مجرد انك هتقرا الرايتبس بس، لا خالص. تمام. انت هتقرا الرايتب بتاع الشخص اللي اكتشف الثغرة، لا ده انت كمان هتطبق على نفس الرايتب ده عملي 100%. تمام. يعني انت بتجرب وتغلط وتفكر وتوصل للحل بنفسك. ساعتها ركز، ساعتها المعلومة بتتحول لمجرد معرفة.
تمام، يعني بتتحول من مجرد معرفه لسكيلز حقيقيه، وده فرق ضخم جدا، لانك لما تقابل نفس الفكره بعد كده في موقع حقيقي عقلك هيبدا يربط تلقائي. تمام، لانك انت قريت الرايتب وطبقت عليه عملي، ومش هتنسى الرايتب ده ومش هتنسى اللعب. تمام، لانك انت ما شفتهاش في رايتبس وبس، لا انت عشت نفس السيناريو بالظبط. وعلشان كده دايما بقول انك تبني مايند سيت ده اهم حاجه جدا من انك انت تحفظ ادوات وثغرات والكلام ده. اولا الثغرات بتتغير والادوات بتتغير، لكن طريقه التفكير هي اللي بتخليك تكتشف فرص جديده جدا. تمام، بس كده. حد عنده اي سؤال؟ اتفضل. بقول لك، هل اكتشاف الثغرات دي بيكون سهل ولا صعب في البداية، ولا ايه ما الحوار فيش حاجة ده؟ اسمها سهل وصعب، كل حاجة ليها علاقة بمذاكرتك واجتهادك واستمرارك وسيرش. لازم تكون واحد بتعرف تسرش عن الحاجة اللي انت بتاخدها بالظبط. تمام، ما ينفعش تقولي انا عندي في الكورس انا هطلع من عند حضرتك هبقى معايا كل حاجة في السايبر سيكيورتي. لا، انت لو شخص ما بتعرفش تعمل سيرش نهائي يبقى انت هتطلع زي ما دخلت زي ما خرجت، لانك هتعتمد على المعلومات اللي انا بقولها لك وبس، والادوات واللابات والكلام ده. لازم تعمل سيرش. أيوة. يا اخي انا ببقى طب ازاي سايب. نكتسب مهارة السيرش؟ انا ايه؟ ازاي الواحد يبقى عنده مهارة السيرش؟ ازاي يبحث في المكان بعلمها الصح، لك ولا لازم بعلمها لك في الكورس. ايوه ماشي. حد عنده تمام اي ماشي. حد عنده اي سؤال؟ تمام، الدنيا دون. اخر نداء لطيارة الدوحة. حد عنده اي سؤال؟ طيب، الناس اللي عايزة تستفسر عن دبلومة زيرو تريس بشكل عام، تمام، احنا عاملين زي ما انا قلت عاملين فيديو على قناة اليوتيوب. دي قناة اليوتيوب، وده قناة التيك توك، وده الفيسبوك بيج بتاعتنا. تمام، تقدر تتابعنا في اي منصه من دول. ولو انت دخلت على التيك توك على اليوتيوب هنا ودوست على اللينكات هنا هتلاقي كل الروابط بتاعتنا. تمام، هتلاقي في فيديو انترودكشن لدبلومة زيرو تريس. انت تقدر تتفرج على الفيديو ده، وهتلاقي الفيديو ده مفصل لكل حاجه زي ما انا قلت لك. تقدر تتفرج عليه، ولو عندك اي تفاصيل تانية تقدر تكلمني على الادمن. تقدر تكلم الادمن في اي وقت وهو يرد عليك بكل التفاصيل. تمام، انا كده يعتبر خلصت، لان احنا ممكن نعمل لايفات اسبوعي، ممكن مش اكيد على حسب الشغل اللي معايا. تمام، في النهايه يا شباب، اتمنى ان السيشن دي وضحت لكم حاجات كتيره جدا، واتمنى ان اي حد كان متردد او تايه شويه في بدايه الطريق يكون اخد صوره اوضح عن المجال، يعني صوره واضحه عن المجال. واحب اقول لكم حاجه اخيره جدا. مجال السايبر سيكيورتي مش محتاج انك تكون عبقري، ومش محتاج انك تكون احسن واحد في الدنيا والكلام ده، لا، لكن محتاج منك استمراريه، ومحتاج منك صبر، ومحتاج تصبر على نفسك شويه، ومحتاج منك ان انت تتعلم صح، لان اغلب الناس بتفشل بسبب صعوبة المجال. تمام، اغلب الناس بتفشل لانها بتقف قبل ما هي اصلا توصل لاي خطوة هي بتعملها. تمام، فلو انت حابب تبدأ المجال، ابدأ وخد اول خطوة وطور نفسك، وبعد يوم وبعد يوم ويوم هتلاقي في وقت معين هتلاقي نفسك هتتفاجئ قد ايه انت اتقدمت خطوة كبيرة جدا. وبالنسبة للناس اللي عايزة تعرف تفاصيل أكتر عن دبلومة، زي ما أنا قلت في فيديو موجود على اليوتيوب شرح كل حاجة بالتفصيل الممل، المحتوى والخطة والمراحل وكل حاجة. تمام، يعني فيها كل التفاصيل اللي ممكن تحتاج تعرفها قبل ما تاخد قرار. جميل. كمان في خصم حاليا، خصم 35% شغال على دبلومة زيرو تريس. لو عندك أي استفسار أو عايز تعرف تفاصيل أكتر تقدر تتواصل مع الأدمن مباشرة، وهو يشرح لك كل حاجة بالتفصيل. جميل، ويرد عليك في أي سؤال. مدة الدبلومة قد إيه؟ مدتها 6 شهور، ولكن فعليا بتوصل معانا حوالي 7 شهور بسبب الجزء العملي والتدريبات واللابات والتطبيقات اللي بنركز عليها كويس جدا. تمام،
دي نقطة مهمة. في النهاية سواء انضميت معايا أو بدأت رحلتك بأي طريقة تانية، أتمنى لك طبعا التوفيق. وأتمنى أشوف كل الناس اللي موجودة هنا خلال الفترة الجاية بتشارك نجاحها وشهاداتها وإنجازاتها في المجال. وشكرا ليكم وشكرا على وقتكم. تمام، اللي عايز يستفسر عن أي حاجة قبل ما نقفل اللايف أنا تحت أمرك. تمام، الناس كلها تمام. طيب، اللي عايز يستفسر عن اي حاجه يقدر يكلمني عن الادمن وانا هرد عليه بكل التفاصيل. محتاجين اي حاجه؟ طيب، استاذن انا. السلام عليكم. سلام.